بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها نحن بحمد الله أكملنا العشر الأول من شهر رمضان المبارك، وهي ثلثه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قدمنا في هذه العشر ما نجده عند الله مدخرا، فإنه شهر عظيم مبارك، جعل الله نهاره صياما وليله قياما، وجعل ساعاته تلاوة للقرآن وذكر الله عز وجل، فهو شهر المغفرة وشهر الأعمال الصالحة وشهر الصدقات والبر والإحسان، تنوعت فيه أنواع الخير لمن وفقه الله، وأعظمها المغفرة من الله. من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمين. فقلت آمين. دعا عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو مستجاب الدعوة، وأمن على دعائه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا واعظا لمن في قلبه إيمان أن ينتبه لفضل هذا الشهر ويأخذ منه ما قسم الله له، ويجتهد في الأعمال الصالحة، ويرجو من الله الإجابة، وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. فإن حصل تقصير فهو منا، وإلا فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا تفضل منه، هو ليس بحاجة إلينا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلنعرف فقرنا وحاجتنا، وهذا الشهر شهر قضاء الحاجات وإجابة الدعوات وغفران السيئات، فلنأخذ حظنا منه ونصيبنا منه، والله جل وعلا يحب ذلك منا، وهو غفور رحيم. شهر تضاعف فيه الأجور، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لا ينحصر ثوابه بعدد، وإنما الله جل وعلا يثيب فيه عباده المؤمنين ثوابا لا حصر له لمن وفقه الله
وعرف لهذا الشهر قدره فبادره بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة، وحفظ أوقاته في طاعة الله وذكر الله، فلعله لا يعود على المسلم بعد هذا العام، فليبادر المسلم باغتنام أوقاته قبل فواتها، ولعله أن يختم له بخاتمة حسنة فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله الكريم من فضله وبره وعطائه وجوده وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.